السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا القصة الكاملة ديال البنت وزان، البنت اللي كانت تختطفات وتغتصبات وتبدلات حياتها 160 درجة. من بنت كانت تقرا مزيان وباغا تعاون عائلتها وباغا تعاون القرية اللي كانت فيها والبلاد اللي كانت فيها. البنت مبقى عندها لا حلم لا خدمة، حياتها تدمرات 160 درجة. في نهار واحد غتغير حياتها كاملة. خليكم معنا باش تعرفوا القصة كاملة ديال هاد البنت اللي هي بنت وزان، والقصة ديال الاغتصاب ديالها والاختطاف، والكمالة ديال القصة كيفاش انتقمات ورجعات لاعتبار راسها. هاد القصة غادي نبداوها، كنا ديجا بديناها وكنبقى فيها الجزء الاخير ما كنتش حطيته. اليوم غنحط لكم القصة كاملة. مرحبا بكم ونتمنى انه يعجبكم الفيديو وديروا جيم وابوني باش ديما يوصلكم الجديد، وشكرا لكم. هاد البنت اللي هي واحد القصة واقعية من ملفات الشرطة، واللي الكاتب اللي كان كتب هاد القصة كما وصلته الرسالة هو العميد الممتاز عبد اللطيف بوحموش، اللي هو أستاذ بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. المهم هاد القصة كما نقولها لكم كما هي. أنا بنت من مدينة وزان، بنت عادية بزاف. صحاباتي كيقولوا عليا بلي ظريفة وحشومية وزوينة، واخا أنا كيجيني راسي عادية وماشي شي زين. والحاجة اللي كتعجبني والصفات اللي كيعجبوني نسمعها هي أنك انتي بنت داخلة سوق راسك ودرويشة ومرضية. العائلة ديالي محافظة وما فحالهمش، ناس على قد الحال، ولكن كنفتخر بهم بزاف حيت كبروني وما عمرهم خلاوني نحتاج شي حاجة، خصوصا الوالد ديالي مسكين كيدير جهدو كامل معايا، والحمد لله من صغري وانا كنقرا مزيان وخديت الباك بتميز. الحمد لله من صغري وانا كنقرا، وملي كنت كنقرا لاحظت واحد الحاجة في مدينة وزان، وهي العدد ديال الصيدليات قليل بزاف وباللي الادوية غالية. داكشي علاش كان الحلم ديالي هو ندرس الصيدلة باش نخدم فشي صيدلية ونعاون الناس اللي كنعرفهم محتاجين للدواء. هذا كان هو الحلم ديالي، هو مجرد حلم صغير. اما الحلم ديالي الحقيقي فهو ندير صيدليه صغيره ديالي، وهذوك الادويه الغاليه نهبط الهامش الربح ديالهم ونعطيهم للناس الفقراء. داكشي علاش مشيت للرباط ودوزت امتحان باش ندخل لكليه الصيدله. ملي دخلت لمدرسه الصيدله ودفعت الكونكور وطرت بالفرحه ملي نجحت وبديت القرايه سنه 2000. بعد مده داز الوقت بالزربه ووصلت 2004، اخر عام ليا في الدراسه. ما بقى ليا والو وناخذ الدبلوم. واخا تعذبت بزاف في المعيشه مع المنحه قليله وكنحشم نقول لوالدي صيفط ليا الفلوس، ولكن واخا هكاك كان مسكين كيصيفط ليا داكشي اللي كيقدر عليه. المهم في القرايه ما لقيت حتى مشكل نهائيا، وكنت متفوقه طول المده الدراسيه، والاساتذه ديالي كانوا ديما كيقولوا لي انت ذكيه بزاف تبارك الله عليك. حتى تقلبات حياتي كامله في نهار واحد. هذا النهار هو نهار 25 اكتوبر سنه 2004. خرجت من المدرسه في العشيه حتى طاح الظلام ومشيت في الطريق القامره، وهي المحطه الطرقيه بالرباط، باش نطبع واحد الكتاب ونرجع للحي الجامعي. وهي توقف عليا واحد الطوموبيل كحله ما كيبانش شكون اللي فيها لداخل، الزاج ديالها كامل كحل. هو ينزل واحد الود اللي صايق، نزل الزجاج وقال لي غادي نوصلك معايا. شفت فيه واحد الشوفه خايبه، واللي جاني غريب فيه هو داير نظاظر ديال الشمس واخا الليل. كملت طريقي وما تسوقتش ليه. هو يتبعني ووقف الطوموبيل حدايا، هما ينزلوا جوج رجال من اللور بالزربه وشدوني بالزز. بديت كنغوت وكنشوف شي ناس في الزنقه باش يعتقوني، والو ما تسوق ليا حتى واحد. شدني واحد صرفقني والثاني شدني من يدي ودخلني للطوموبيل من جهه، ودخلوا شدوا الباب وهي تحرك الطوموبيل بسرعه. نهار 25 اكتوبر 2004 هو اخيب نهار داز في حياتي، وبسبب هذا النهار غادي نتبدل نهائيا. من بعد ما دخلوني هذوك الجوج الطوموبيل بزز حاولت نخرج، بديت كنضرب فيهم وكنغوت، وهما يبداو كيضربوني شي ضرب خايب. واحد شدني من راسي وصرفقني والثاني كيضربني في كرشي من جهه، حتى كنت غادي نسخف ونغيب. بديت كنغوت والولد اللي صايق مجهد الصوت ديال الموسيقى
ويقول لي بقيت غوتي حتى الصباح ما كاينش اللي غادي يسمعك. كنشوف من الزاج ديال الطوموبيل كتبان ليا طريق تماره وبديت كنطلب فيهم: عافاكم الله يرحم الوالدين، انا راه طالبه جامعيه وبنت دارنا وماشي ديال هادشي. والبنات اللي تيخرجوا اللي خارجين الطريق راه كاين بزاف وعطا الله، خليوني نمشي في حالي. والو كيغنيو كيشطحوا، قلت لهم هاكو خذوا التليفون وكاع هادشي اللي عندي وخليوني نمشي بحالاتي. زاد واحد فيهم ضربني لوجهي وبداو عاطينها للضحك وريحه الشراب مجهده، وباينه فيهم واكلين شي مخدر حيت لسانهم ثقيل في الهضره، ولاحظت بلي الضحك ديالهم ماشي عادي. هذيك اللحظه قلت في راسي هاد الرجال باينه مجرمين ويقدروا يديروا ليا اي حاجه. دخلنا لتماره ووقفوا في واحد البلاصه، هو يجي يركب واحد صاحبهم الرابع. حاولت ديك اللحظه نهرب، ثاني شدوني وضربوني، وبقات الطوموبيله غاديه حتى خرجنا من تماره وشدوا طريق سيدي حيا زعير. وصلنا للخلا ووقفوا الطوموبيل وقال لهم الولد اللي داير نضاضر هاكو هاد الزيف غطيو ليها عينيها. هو يشدني واحد مزيان والراجل الثاني حزموا لي على عيني. عرفت من هاد الشيء بلي مناضر هو اللي كيعطي الاوامر وهو اللي كيحكم فيهم. ما بقيت كنشوف والو وحسيت بالطوموبيل ما بقاتش كتمشى فوق الشانطي حيت كتحرك بزاف وكتزعزع، يعني غادا في شي ارض اللي هي زراعيه. فكرت بالزربه شنو يمكن ليا ندير وانا نفكر، وبديت كنحسب الضربات ديال قلبي. ملي وصلت ل 5266 دقه وقفت الطوموبيل وسمعت الباب ديال الحديد الكبير كيتحل. خرجوني من الطوموبيل ودخلوني لداخل، عاد حيدوا عليا داك الزيف على عينيا. لقيت راسي في وسط واحد الدار كبيره مفرشه وخاويه. قالوا لي غادا ديري لينا داك الشيء اللي بغينا ولا ما غاديش تخرجي حيه من هنا. واحد منهم هاز موس باش يزيد يخلعني. طلقت واحد الغوته كبيره وقلت على الله يكون دايز شي واحد ويسمعني. عييت ما كنطلب فيهم وكنبكي والو، هو يجي واحد جوج شدوني وكنحس بلحمي قصاح بحال الحجر، بداو كيقطعوا ليا في حوايجي. بديت كنضرب فيهم هو يجرحني، هذاك اللي هاز الموس في دراعي غير شفت الدم وفشلت. بقاو شاديني وجا هذاك الود اللي كان داير نضاضر كحلين اغتصبني هو الاول. كرفص عليا بديت كنغوت مجهد حيت تقصحت وما رحمنيش حتى شداتني السخفه. وواخا سال مني الدم بزاف وكانت حالتي حاله، حتى واحد ما حن فيا وكملوا عليا صحابو حتى هما وانا نغيب. سخفت وما حسيتش براسي. ملي حليت عيني لقيتهم حاطين الماكله وكيشربوا ومخدمين الموسيقى وكيضحكوا بحال ما واقع والو، وانا حاسه براسي مريضه بزاف وشدني شي وجع خايب ما يمكنش نوصف لكم الاحساس ديال البنت ملي كيغتصبها شي واحد. كتحس بروحها لداخل ماتت والقلب ديالها ما كتبقاش عنده قيمه. والدموع اللي نزلوا من بعد ما تكرفصوا عليا ماشي بحال الدموع اللي كانوا كينزلوا من قبل في حياتي. كرهت راسي وبديت كنلوم في راسي علاش خرجت في الليل لهاديك البلاصه وعلاش يوقع ليا هاد الشيء، شنو درت في حياتي باش يوقع ليا هاد الشيء كامل. شافوني فايقه ورماو ليا واحد الطبسيل فيه شويه ديال الماكله وقال لي واحد منهم كولي وما بغيتش، وعاودوا تكرفصوا عليا وواحد ديما هاز عليا الموس. بقيت يومين في هاد الحاله سادين الباب بالسوارت وحاضيين، مره كيخرج شي واحد يجيب شي حاجه وفي الليل كيتكرفصوا عليا. كليت غير شويه وبزز وزدت كرهت الجسم ديالي وحسيت براسي موسخه بزاف. تصوروا معايا 4 كيتناوبوا عليا وجا واحد خامس نهار الثالث وحتى هو اغتصبني. وصافي ملي سالات ليهم الماكله والشراب جا منضادر رمى ليا شي حوايج ما فيهم ما يتشاف وقال لي حيدي هذوك الحوايج المقطعين ولبسي هادي حيت غادي نمشي. قبل ما نخرجوا عاودوا سدوا لي عينيا بواحد الشرويطه وخرجوني في الطوموبيل حتى وصلوا لوسط تماره في واحد الزنقه خاويه ورماوني بحال شي زبل. بعد ما وقعت لي هاد المصيبه لقيت راسي مرميه في واحد الزنقه خاويه وسط تماره لابسه حوايج قدام ومصدومه بحال شي حمقى. اول حاجه فكرت فيها مع الدوخه هي نمشي كنجري للمحطه ونرجع لدارنا في وهزان. انا نتفكر باللي ما عنديش الفلوس وباللي انا ما بقيتش بنت. باي وجه غادي نرجع للدار ونقولها لدارنا والوالد ديالي صافي حياتي تدمرات وخسرت كل شيء. بديت كنبكي وشافني واحد الولد جا كيسول فيا مالك اختي. قلت ليه خاصني اخويا غير باش نركب الا كان ممكن تعاوني. هو يعطيني مسكين باش ركبت وانا نرجع للحي الجامعي. دخلت ودوشت وبدلت حوايجي وبقيت كنبكي بزاف حتى ضروني عينيا. وبديت كنفكر واش نقولها لدارنا ولا نخبي هذا الشيء،
وفكرت باللي الا قلتها ليهم الناس في وزان ما غادنش يرحموهم وغادي نكون بحال جبت ليهم العار، وقررت انني ما نقولهاش ليهم ونبقى مع هذه المصيبه بوحديتي. كنشوف في الكتوبه محطوطين قدامي صافي كلشي سالا وحياتي ما بقى ليها ثمن، ما كاين لا قرايه لا حلم لا والو، كلشي مشى وسالات حياتي الدراسيه. خرجت مشيت لعند الدرك الملكي ديال تمارا اللي كيتحكم في هذيك المنطقه باش نتقدم بشكوى، ودخلت عند واحد الدرك عاودت ليه شنو وقع ليا، هو يجاوبني بواحد البروده: خاصك تعطينا الاسماء ديال هادوك اللي خطفوك او العنوان ديالهم، وسيري عند الطبيب ديري شهاده طبيه عاد اجي باش تقبل منك الشكايه. صدمني بزاف بهاد الرد ديالو، كيفاش انا نعطيكم الاسماء والعنوان وانا مخطوفه وما كنعرفهمش اصلا، وحتى البلاصه ما عرفتش فين كاينه. تصوروا معايا الاحساس ديالي ملي سمعت منه هاد الهضره، وانا باقيه مجروحه وقبل ساعات كنت مع 5 ديال المجرمين كيغتصبوا فيا. حسيت باللي هاد الجواب اكبر اهانه ليا بعد ما تعرضت للاغتصاب. خرجت ومشيت عند واحد المحامي، قلت يقدر يشكل ضغط ويلقى شي حوايج باش الدرك يشد هاد العصابه، ولكن زاد كمل عليا وعاود ليا نفس الهضره: ضروري تعطيني الاسماء ديالهم او العنوان وتجيبي شهاده طبيه وتسبقي ليا شي حاجه د الفلوس. هاد اللحظه حسيت بالذل وباللي الدنيا كامله ضدي وباللي انا بوحديتي وما كاين حتى واحد يقدر يوقف معايا. ملي كنت خارجه من عند المحامي حسيت بالحقره بزاف وبداو دموعي كيسيلوا بوحديتهم بحال الغلط ديالي انا. ما كنتش كنتوقع انه غادي يعاملوني هاد المعامله بحال انا مجرم ماشي ضحيه. حسيت بلي القانون حتى هو ضدي وباللي ماشي غير هادوك الخمسه اللي ظلموني، لا كلشي ظلمني. رجعت لبيتي وجلست كنفكر شنو ندير، كنحس بالعافيه لداخل في صدري، كنقول خاصني ناخذ حقي بيدي بلا دراك بلا محامي. شديت ورقه وستيلو وبديت كنكتب داكشي اللي وقع ليا كامل بالتفاصيل. صافي خاصني ننتقم من هاد الخمسه ديال المجرمين، ما بقى عندي ما نخسر. خسرت شرفي وحلمي ضاع وما نقدرش نرجع لوزان وما يمكنش نتزوج في المستقبل ومستحيل انني نعيش حياه طبيعيه. من بعد ما دازت 4 ايام ارتحيت شويه، فقت في الصباح ولبست واحد الحوايج عاديين وخرجت ديت الطاكسي لتمارا وخديت الطاكسي الثاني لطريق سيدي يحيى، ونزلت في البلاصه فين داروا لي الزيف على عينيا. غير نزلت من الطاكسي شداتني الخلعه وتفكرت داك الاحساس ملي كانوا اختطفوني. بانت ليا البلاصه فيها غير الخلا، ما كاين حتى دار. بدا قلبي كيضرب مجهد وبديت كنحسب الدقات ديال قلبي وغاديه كنتمشى حتى وصلت 526 دقه. بانت ليا واحد الدار بعيده جات وسط ارض فلاحيه هي اللي كاينه. ملي وصلت ليها كنشوف الشراجم، لقيت واحد الشرجم خضر اللون ديالو كيشبه للشرجم في هذيك الدار اللي كنت مخطوفه فيها، وانا نعرف بانني لقيت الدار. بعد ما تبعت بزاف د الاشارات لقيت الدار اللي كنت مخطوفه فيها، هي هذه الدار المنحوسه. جات وسط الخلا وزدت تاكدت ملي شفت فيها الشرجم الخضر. كنت هازه معايا واحد الموس في الصاك وانا نمشي جهه الباب ودخلت يدي في الصاك، شديت الموس وخليته مخبي وبديت كندق باليد الثانيه. والو حتى واحد ما حل ليا الباب، ما كاينش الحس ديال بنادم في الدار. داز حدايا واحد الراجل كبير فلاح قال لي بلا ما تعذبي راسك يا بنتي، هاد الدار راه ما فيها حتى واحد، تيجيوها مره في العطله. ومشى في حالاته. ما لقيت ما ندير، بديت كنفكر وكنشوف في الدار وهي تبان ليا واحد البلاصه لتحت فيها المكانه ديال الماء، وانا مشيت ليها حليتها وصورت السيري ديال المكانه وانا نخطط شنو غادي ندير وكيفاش غادي نقدر ننتقم من هادو اللي تكرفسوا عليا. مشيت لمركز الشرطه ريضال في تماره وسولت على هادوك اللي كياخذوا الحساب من العدادات، وقلت لهم باللي بغيت شي واحد حيت عندي شي مشكل في المكانه. وراوني واحد الولد وانا نطلبو، قلت ليه اخويا انا ما عندي لا مشكل لا والو، غير واحد السيد تقدم خطبني وقريب غادي نتزوجوا، ووراني الدار اللي غادي نسكنوا فيها وقال لي راه هي داري وانا بغيت نتاكد واش بصح ولا كيكذب. هكذا الرقم التسلسلي وجيب لي معلومات عليه عافاك وما تخافش غير بيني وبينك وبالقهوه ديالك. شم مني وقال لي ما نواعدكش اختي، خلي لي تليفونك نشوف ونرد عليك. دازت يومين وهو يتصل بيا قال لي اجي اختي لعندي. مشيت لعنده هو يعطيني السميه والعنوان ديال مول المكانه ودورت معاه. حسيت باللي شديت راس الخيط وباللي انا في اول الطريق باش نلقى هادو اللي دمروا لي حياتي واللي تكرفصوا عليا. ما كرهتش ديك الساعه نمشي للعنوان اللي عطاني الولد، والا لقيتو ديال شي واحد منهم نشدو نقتلو، ولكن فكرت انا في تخميمه ولا ضربه بالمقص.
رجعت لبيتي وما خرجت، دازت عليا يومين طويلة بزاف، تفكرت فيها حياتي كاملة ملي كنت صغيرة في وزان حتى وصلت للرباط، ودوزت فيها 4 سنين، كلشي داز بالزربة، ولكن ملي كنتفكر هاديك الليلة اللي تعداو عليا فيها الوقت كيدوز ثقيل بزاف، واللي كيعصبني كتر هو ملي كنتفكر هداك الجدارمي والمحامي اللي ما وقفوش معايا وقالوا لي هاديك الهضرة. كنتفكر هاد الشي وكنحس بقلبي كيبغي كيغلي، صافي ما يمكنش نتراجع، غادي نمشي مع هاد الشي حتى لآخر نقطة. فقت في الصباح ولبست واحد الجلابة ودرت نضاضر ديال الشمس كبار، ومشيت كنقلب على العنوان حتى لقيتو، دزت من حدا الدار ومشيت لواحد المحلابة جلست وطلبت شي حاجة وبقيت كناكل بشوية. بانوا ليا بزاف ديال الناس كيدخلوا وكيخرجوا من الدار، حتى بان ليا هداك الولد اييه هو مول النضاضر، بان ليا خارج من الدار ولابس هادوك النضاضر النيت اللي كان دايرهم هذيك النهار نهار اغتصبوني. شفتو تفكرت كلشي، بغيت نمشي ديك الساعة نقتلو ولكن تحكمت في راسي، رجعت رجعت بحالي للدار، صافي تأكدت بلي هاديك الدار اللي اغتصبوني فيها هي ديال عائلة مول النضاضر اللي سميتو مراد بن عثمان. وجدت لبسة زوينة وصباط كبر مني، ليقات طبية زيزوار البنج ولانكول في قرعة صغيرة. في الصباح لبست اللبسة وعمرت صاكي بهاد الشي ومشيت للعنوان، وصلت للدار وبديت كندق في الباب. وصلت للدار ديال مراد بن عثمان، بديت كندق ومن الزهر جا هو اللي حل ليا الباب، غير شافني وهو يضربو الضو ما فهم والو، داخ وتلف وبقى حال فمو وقال شنو بغيتي يا اختي. بقيت كنشوف فيه دابا ملي حصل وليت انا اختو، وانا نقول ليه بغيت نهضر مع والديك، هو يجاوبني علاش بغيتيهم، قلت ليه بغيتهم باش نعاود ليهم داك الشي اللي درتي ليا انت وصحابك ويلقاو ليا شي حل. يلاه بغيت نبدا نتغاوت معاه وجا العساس ديال الحومه مالكم، وجاوبو مراد والو وكيغمزني بدا كيبرد فيا ولا ظريف، قرب ليا وقال لي في ودني نتفاهموا بلا شوهه، عطيني نمرتك حتى نتصل بيك. قلت ليه لا والو، اليوم غادي دير معايا شي حل صافي. هو يتزير وقال لي سيري لراس الحومه نخرج الطوموبيل ونجي لعندك. مشيت تسنيتو بعد 2 دقايق جا، ركبت حداه وقال لي نمشيو دابا للبحر لشي بلاصه زوينه ناكلو، وغير هضري معايا زوينه نعطيك الفلوس ونتهلا فيك، ما تكونيش باسله وبلا ما تشوهينا. حسيت بيه خايف ولا غير كيرطب معايا. قلت ليه انا ما بغيتش نمشي للبحر وما بغيتش الفلوس، هو يقول هو كيضحك ياك ما بغيتي نتزوج بيك بلا ما تحلمي بهاد القضيه. جرحاتني هاد الهضره وما بينتش ليه، انا اصلا ما نقبلش نتزوج بمجرم موسخ. قلت ليه لا ما بغيتش الزواج، انا غير عجبتيني وتوحشتك وبغيت نجلس معاك فشي بلاصه بوحديتنا وفي الدار اللي كنا فيها. صافي غير سمع الدار هو يتحل ونشط وعجبو الحال بزاف، وقال لي دابا عجبتيني ندوزو نتقضاو الشراب ونمشيو. قلت ليه صافي. وصلنا للدار في الليل، دخلنا سد الباب وبدا كيحط الشراب وانا نزرب عليه، جبت القرعه ديال لانكول ورشيتها ليه في عينيه، بدا كيغوت وكيحك في عينيه ما بقى كيشوف والو كيعاير. ديك الساعه جبت البنج درتو في القطن وحطيتو ليه فوق نيفو، صافي وهو يغيب. لبست الليقه الطبيه وشديتو حيدت ليه حوايجو وجبت واحد الحبل ربطتو ليه، ربطت ليه يديه ورجليه مزيان مع واحد الساريه وسط الدار. وجد التليفون باش يتسجل الصوت، دازت مده وهو يفيق لقى راسو مربوط، بقى كيطلب فيا وكيبكي غير تلقيني اختي والله حتى نصلح الغلطه ديالي وما يكون غير خاطرك، صافي غادي نتزوج بيك الا بغيتي. ما تسوقتش ليه والطليب ديالو، تفكرت ملي تكرفص عليا وكان كيضحك وانا كنبكي كنطلب فيه وما تسوقش ليه. خدمت تسجيل التليفون، صافي جا وقت الحقيقه امون نضاضر، خاصني نسجل كاع الهضره اللي غادي يقول، ماشي باش نعطي التسجيل لدارك او للمحامي، لا باش نعرف المعلومات على صحابو اللي تكرفصوا عليا. قلت ليه يعطيني السميات ديالهم والعناوين، وبقى كيتلفني وعطاني داكشي غلط. قلت ليه عاود عطيني السميات والعناوين، وعطاني سميات تانيين وانا نعرفو انه كيكذب. جبت زيزوار وانا لقيتو في كرشو فيها جرحتو بها وبدا الدم كيسيل وبدا كيغوت. قلت ليه زيد غوت ما يسمعك حتى واحد. بقيت كنجرح فيه وبدا كيعطيني السميات الحقيقيه والعناوين وكيعاودهم اذا معلومات صحيحه. ملي خديت من عنده كلشي بدا كيغوت وكيتحيلف عليا، بغا يخلعني، قال لي غادي ندير لك اكثر من داكشي اللي داز الا ما طلقتينيش دابا. انا كنشوف فيه تفكرت ملي اغتصبني وتعدى عليا هو الاول، ومن بعد بقى كيضربني وخلاني بالجوع، وملي لاحني من الطوموبيل بدمي ووجهي كله زرق ما رحمنيش.
شديت ليه عنقه ودوزت عليه بزيزوار وخرجت بحالي. خرجت ويدي عامرين بالدم، وكتبت حدا الباب ديال الدار بالدم 1/5. مسحت يدي وجاتني شويه ديال الدوخه، ولكن حسيت بقلبي بانه برد شويه. وانا مشيت حدا الطريق وخديت طاكسي لوسط تمارا، وطاكسي تاني من تمارا للرباط. رجعت لبيتي، دخلت دوشت وبدلت حوايجي ونعست في فراشي مع السخفه، وفي نفس الوقت غضبانه وتخلطات عندي المشاعر. بديت كنضحك شويه وكنبكي شويه. خديت حقي منه، حيت انا ماشي ديال هاد الشيء، وما عمري تصورت شي نهار غادي نقتل شي واحد، ولكن ما ندماناش حيت تظلمت بزاف وهما قتلوني 1000 مره. داكشي اللي داروا ليا وما عنديش البديل باش ناخذ حقي، حيت كلشي تخلى عليا. والاول مره من بعد الاغتصاب كنحس بالراحه النفسيه شويه، ونعست بلا ما نبقى نفكر. وقت في الصباح بكري وفطرت وغسلت الصباط اللي عامر بالدم، ومشيت رميته في البحر هو والزيزوار والليقات. رجعت لبيتي وبديت كنسمع في التليفون التسجيل. صاحبو الثاني سميتو عصام السويدي، هو اللي صحيح فيهم وعاجباه صحته. غليظ داير بحال الوحش، يديه كاع مخطين بالضريب ديال الموس. عزيز عليه العنف بزاف، ومستحيل شي واحد يتفاهم معاه حيت يديه ديما سابقه فمو وهمجي، ما يمكنش نهضر معاه او نغلبو جسديا. هو اللي خرج من الطوموبيل الاول وشدني من يدي ولاحني في الطوموبيل، وهو اول واحد صرفقني في الطوموبيل ملي كنت كنطلب فيهم، واللي ضربني بزاف في الطوموبيل الطريق، وعاد تكرفس عليا ملي كنا في الدار. قال لي مراد بن عثمان باللي ما كيعرفش الدار ديال هذا عصام السويدي، ولكن ديما كيكون في واحد القهوه شعبيه في شارع علال بن عبد الله بالرباط. لبس جلابه خايبه وواحد الصنداله، ودرت نضاضر ديال الشمس كبار، ومشيت حدا القهوه يومين وانا كندور حداها. وبالفعل بان لي عصام كيجي ليها كيجلس شي طبله برا وكيطلب قهوه وكيعصر عليها الصباح كامل. مره كيمشي كيلعب القمر وتيقطع شي ورقه ديال التيرتي حدا القهوه ويرجع. النهار الثالث فقت ووجدت شويه ديال السم غبره، المفعول ديالو قوي، ولبست حوايج عاديين ودرت واحد الماكياج ما فيه ما يتشاف باش ما يعرفنيش. هزيت صاك كبير شويه، خرجت شريت 10 ديال معجون الاسنان متنوعين و10 ديال الكلينيك. مشيت حدا القهوه لقيت فيها الناس قلال، بقيت حاضيه من بعيد حاط كاس ديال القهوه كيف العاده، شرب منها غير شويه كيعمر وراق ديال القمر. غير ناض وانا نمشي درت راسي بحال كنبيع كلينكس للناس ومعجون الاسنان، غير باش نوصل بالزربه للطبله ديالو. وصلت ليها وحطيت كلينكس وبزاف د المعجونات ديال الاسنان بحال كنقاد فيهم، وبالزربه رميت السم في الكاس وجمعت كلشي وبعدت من القهوه. رجع للطبله وهو يهز الكاس وشرب القهوه بالزربه، وبالزربه السم طلق المفعول ديالو. شد كرشو وبدا كيتوجع، وانا نمشي للقهوه دز من حداه وبقى كيشوف فيا وعينيه غادين يخرجوا. حيت نضاضر وعرفني، طاح للارض وبدا كيتركل كيغوت بالوجع، وانا كنشوف فيه وساكته كنقول في خاطري فين هي الصحه ديالو، مالها ما نفعاتك بوالو دابا. يلا نوض وواجهني، انا البنت اللي تكرفصتي عليها بدون ذنب، بنت وازه اللي ما عندها صحه ودمرتي ليها حياتها. جمعوا عليه الناس بالزربه والكارصون بالزربه دخل الكاس ديال القهوه، وانا ندخل الطواليت غسلت وجهي وكتبت بالعكار في المرايه 2/5. ملي كنت خارجه لقيت سياره الاسعاف كتهز فيه. حسيت بالراحه اكثر من تهنيت من عصام السويدي. بشويه بديت كنحس براسي بدات كترجع فيا الروح، حيت هاد مراد وعصام هما اللي تعداو عليا بزاف. ولكن هاد الشي ما كيعنيش باللي غادي نسامح ثلاثه اللي بقاو، حيت حتى هما تعداو عليا. خاصني نزرب عليهم واحد مورا الثاني قبل ما يردوا البال صاحبهم اللي قبل ما يردوا البال لصحابهم اللي ماتوا، قبل ما تبدا الشرطه والدارك التحقيقات. جوج مشاو بقاو ثلاثه، والثالث فيهم سميتو سمير الفاطمي، هو اكبر شماته فيهم، ماشي راجل. الشخصيه ديالو ضعيفه بزاف، كيعاملوه بحال شي كلب. ملي كانوا حابسيني في الدار كانوا كيغوتوا عليه وكيخرج كيجري يتسخر ليهم ويجيب ليهم الشراب او اي حاجه كيطلبوها كيجيبها. الضعف ديالو قدامهم كانوا كيخرجوا فيا انا وكيتكرفص عليا بعنف، كيبغي يبين راسو راجل عليا. مراد قال لي في التسجيل بلي ما كيعرفش فين ساكن بالضبط، ولكن عنده رقم التليفون وخديته ليه من التليفون. اتصلت بسمير مع 10 ديال الصباح. سمير الو شكون معايا؟
أنا صباح الخير سمير، أنا صاحبة مراد جديدة. قال لك مراد نتلاقاو مع الغدا في الغابة اللي في الدخلة ديال تمارا. نتسناوك أنا ومراد وصاحبتي. صافي. سمير راني اتصلت بمراد البارح وما جاوبنيش، دوزيه ليا اختي عافاك. أنا خسر ليه التليفون، داكشي علاش وصاني نقول لك هادشي، راه يلاه تفارق معاه حتى العشية وتشوفو. سمير صافي اختي حتى العشية ونتلاقاو. وشريت قرعة ديال ليسانس ورشاشة فيها لانكول، ولبست شي لباس معيق شوية مزير وماكياج بزاف، وبدلت الشكل ديال شعري ونضاضر ضروري حيت بغيت يشوفني ما يعرفنيش. مشيت كنتسنى حدا الغابة وهو يجيب الطوموبيل، اتصلت بيه وقرب حدايا، سلم وبقى كيشوف فيا. هو يعقل عليا شوية، هو يسولني قال لي واش شفتك في شي بلاصة من قبل. زربت عليه بالهضرة وبدلت صوتي وجاوبته بطريقة في شكل بحال بنات الليل. عطا الله البلايص اللي كنسهر فيها. كنمشي لكلوب ياسمين، بدا كيضحك كنقول في خاطري هذيك البنت اللي تشبهت ليك معاها، اللي كانت كتقرا الصيدلة وكتلبس حوايج مستورين وصايا نازلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ديال اللي هو الجزء الثاني ديال انتقام مغتصبة. كما كنتو سمعتوا معنا القصة الأولى، دابا وصلنا للكمالة ديالها. كما سمعتوا في الجزء الأول ديال المعاناة اللي دازت منها هاد البنت، وديال كيفاش تبدلات حياتها من بنت تتقرا مزيان وعندها نقاط مزيانين وغادا باش تحقق الحلم ديالها حتى تغير في نهار واحد. نتمنى انه يكون عجبكم الجزء الاول، وتكونوا خليتوا شي جيم وشي ابوني باش ديما يوصلكم الجديد، وعطيونا شي كومونتير اللي يكون زوين ويزيد يشجعنا. الجزء الثاني كما قلنا، وقبل ما نكمل بغيت نقول للناس اللي اثرات فيهم القصه وبقات فيهم البنت واللي بقى فيهم الحال يسمحوا ليا، لحقاش الحزن ديالكم اكبر دليل باللي قلوبكم نقيه وفيكم الانسانيه. وبغيت نقول لكم غير كونوا هانيين، هاد البنت راه غادي تاخذ حقها في الاخر. بعد ما وقعات هاد المصيبه، لقيت راسي مرميه في واحد الزنقه خاويه وسط تماره، لابسه حوايج قدام ومصدومه بحال شي حمقى. اول حاجه فكرت فيها مع الطوخه هي نمشي كنجري للمحطه ونرجع لدارنا في وزان، وانا نتفكر باللي ما عنديش الفلوس وباللي انا ما بقيتش بنت. باي وجه غادي نرجع للدار ونقولها لدارنا والوالديه؟ صافي حياتي تدمرات، خسرت كل شيء. بديت كنبكي وشافني واحد الولد جا كيسول فيا مالك اختي؟ قلت ليه خاصني اخويا غير باش نركب الا كان ممكن تعاوني. هو يعطيني مسكين باش نركب ورجعت للحي الجامعي. دخلت ودوشت وبدلت حوايجي وبقيت كنبكي بزاف حتى ضروني عينيا، وبديت كنفكر واش نقولها لدارنا ولا نخبي هادشي. وفكرت باللي الا قلتها ليهم الناس في وزان ما غاديش يرحموهم وغادي نكون بحال لا جبت ليهم العار، وقررت ما نقولهاش ليهم ونبقى مع هاد المصيبه. كنشوف في الكتوبه محطوطين قدامي، صافي كلشي سالا، ما كاين لا قرايه لا حلم لا والو، كلشي مشى فرمشة عين وسالات حياتي الدراسيه. خرجت مشيت لعند الدرك الملكي ديال تماره اللي كيتحكم في هذيك المنطقه باش نتقدم بشكوى. ودخلت عند واحد الدركي عاودت ليه شنو وقع ليا، وهو يجاوبني ببروده اعصاب. خاصك تعطينا الاسماء ديال هادوك اللي خطفوك والعنوان ديالهم، وسيري عند الطبيب ديري شهاده طبيه عاد اجي باش تقبل منك الشكايه. صدمني بزاف بهذا الرد وبهذه البروده ديالو. كيفاش انا نعطيكم الاسماء والعنوان وانا مخطوفه وما كنعرفهمش اصلا، وحتى البلاصه اللي داوني ليها ما عرفتهاش فين كاينه. تصوروا معايا الاحساس ديالي ملي سمعت منه هاد الهضره وانا باقيه مجروحه، وقبل ساعات كنت مع 5 ديال المجرمين كيغتصبوا فيا. حسيت بلي هاد الجواب اكبر اهانه ليا بعد ما تعرضت للاغتصاب. خرجت ومشيت عند واحد المحامي، قلت يقدر يشكل ضغط ويلقى شي حوايج باش الدرك يشد هاد العصابه، ولكن زاد كمل عليا وعاود ليا نفس الهضره، ضروري تعطيني الاسماء ديالهم والعنوان وتجيبي شهاده طبيه وتصدقي ليا شي حاجه ديال الفلوس. فهاد اللحظه حسيت بالذل وباللي الدنيا كامله ضدي وباللي انا بوحديتي وما كاين حتى واحد يقدر يوقف معايا. ملي كنت خارجه من عند المحامي حسيت بالحقره بزاف، وبداو دموعي كيسيلوا بوحديتهم بحال الغلط ديالي انا. ما كنتش كنتوقع انه غادي يعاملوني هاد المعامله بحال انا مجرمه ماشي ضحيه. حسيت باللي القانون حتى هو ضدي، وباللي ماشي غير هادوك الخمسه اللي ظلموني، لا كلشي ظلمني.
رجعت للبيسي وجلست كنفكر شنو غادي ندير، وكنحس بالعافيه لداخل في صدري وكنقول خاصني ناخذ حقي بيدي بلا دراك بلا محامي. وشديت ورقه وستيلو وبديت كنكتب داك الشيء اللي وقع ليا كامل بالتفاصيل. صافي خاصني ننتقم من هاد الخمسه ديال المجرمين، ما بقى عندي ما نخسر. خسرت شرفي وحلمي ضاع وما نقدرش نرجع الوزان، وما يمكنش نتزوج في المستقبل ومستحيل نعيش حياه طبيعيه. من بعد ما دازت 4 ايام ارتحيت شويه، فقت في الصباح ولبست واحد الحوايج عاديين وخرجت شديت طاكسي لتمارا وخديت طاكسي تاني لطريق سيدي حيا زعير ونزلت في البلاصه فين داروا لي الزيف على عينيا. غير نزلت من الطاكسي شداتني الخلعه وتفكرت داك الاحساس ملي كنت مخطوفه. بانت ليا البلاصه فيها غير الخلا ما كاين حتى دار. بدا قلبي كيضرب بجهد وبديت كنحسب دقات ديال قلبي وغاديه كنتمشى حتى وصلت ل 526 دقه. وبانت ليا واحد الدار بعيده جات وسط ارض فلاحيه. ملي وصلت ليها كنشوف الشراجم، لقيت واحد الشرجم خضر اللون كيشبه للشرجم في هذيك الدار اللي كنت مخطوفه فيها، وانا نعرف بلي لقيت الدار. بعد ما تبعت بزاف الاشارات لقيت الدار اللي كنت مخطوفه فيها. هذه هي الدار المنحوسه، جات وسط الخلا وزدت تاكدت ملي شفت فيها الشرجم الخضر. كنت هازه معايا واحد الموس في الصاك وانا نمشي جيت الباب ودخلت يدي في الصاك، شديت الموس وخليته مخبي وبديت كندق باليد الثانيه. والو حتى واحد ما حل الباب وما كاينش الحس ديال بنادم في الدار. داز حدايا واحد الراجل كبير فلاح وقال لي بلا ما تعذبي راسك يا بنتي، راه ما كاين حتى واحد في الدار، الناس اللي كاينين اللي ساكنين فيها كيجيو مره في العطله وهو يمشي. ما لقيت ما ندير، بديت كنفكر وكنشوف في الدار وهي تبان ليا بلاصه لتحت فيها مكانه ديال الماء. مشيت حليت الصندوق وكتبت الرقم التسلسلي ديال المكانه ورجعت بحالي. الليل كامل وانا كنخطط شنو غادي ندير وكيفاش غادي نقدر ننتقم من هادو اللي تكرفسوا عليا. مشيت لمركز الشركه رضال في تماره وسولت على هادوك اللي كياخذوا الحساب من العدادات وقلت لهم بلي بغيت شي واحد حيت عندي مشكل في المكان. وراوني واحد الولد وانا نطلبو قلت اخويا انا ما عندي لا مشكل لا والو، غير واحد السيد تقدم خطبني وقريب غادي نتزوجوا ووراني الدار اللي غادي نسكنوا فيها وقال لي راه داري، وانا بغيت نتاكد واش بصح ولا كيكذب. هاك هذا الرقم التسلسلي وجيب لي معلومات عليه عافاك. وما تخافش هادشي غير بيني وبينك وبالقهوه ديالك. حشم مني وقال لي من وعدك اختي خلي لي تليفونك نشوف ونرد عليك. دازت يومين وهو يتصل بيا قال لي اجي اختي لعندي. مشيت لعندو وهو يعطيني السميه والعنوان ديال مول المكانه ودورت معاه. حسيت باللي شديت راس الخير وباللي انا في اول الطريق باش نلقى هادو اللي دمروا لي حياتي وتكرفصوا عليا. ما كرهتش ديك الساعه نمشي للعنوان اللي عطاني الولد، والا لقيتو ديال شي واحد منهم نشدو نقتلو، ولكن فكرت الف تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص. رجعت لبيتي وما خرجت. دازت عليا يومين طويله بزاف تفكرت فيها حياتي كامله ملي كنت صغيره في وزان حتى وصلت للرباط ودوزت فيها 4 سنين. كلشي داز بالزربه، ولكن ملي كنتفكر هذيك الليله اللي تعداو عليا فيها الوقت كيدوز ثقيل بزاف. واللي كيعصبني اكثر هو ملي كنتفكر هذاك الجدارمي والمحامي اللي ما وقفوش معايا وقالوا لي هذيك الهضره. كنتفكر هادشي وكنحس بقلبي كيغلي. صافي ما يمكنش نتراجع، غادي نمشي مع هادشي حتى لاخر نقطه. فقت الصباح ولبست حوايجي ولبست واحد الجلابه ودرت نظاظر ديال الشمس كبار ومشيت كنقلب على العنوان حتى لقيته. دزت من حدا الدار ومشيت لواحد المحلابه جلست طلبت شي حاجه، بقيت كناكل بشويه وبانوا لي بزاف ديال الناس كيدخلوا ويخرجوا من الدار حتى بان لي هذاك الولد هو مول النظاظر. بان لي خارج من الدار ولابس هذوك النظاظر النيس. غير شفتو وتفكرت كلشي وبغيت نمشي ديك الساعه نقتلو، ولكن تحكمت في راسي. رجعت بحالي. صافي تاكدت باللي هذيك الدار اللي اغتصبوني فيها هي ديال عائله مول النظاظر اللي سميتو مراد بن عثمان. وجدت لبسه زوينه صباط كبر مني ليغات طبيه وزيزوار والبنج ولانكول في قرعه صغيره. في الصباح لبست اللبسه وعمرت صاكي بهذا الشيء ومشيت للعنوان ووصلت للدار وبديت كندق في الباب. وصلت للدار ديال مراد بن عثمان وبديت كندق ومن الظهر جا هو اللي حل الباب. غير شافني وهو يضرب الضوء ما فهم والو، داخل وتلف وبقى حال فمو وقال شنو بغيتي يا اختي. بقيت كنشوف فيه دابا ملي حصل وليت اختو وانا نقول ليه بغيت نهضر مع والديك. هو يجاوبني علاش بغيتيهم.
قلت ليه بغيتهم باش نعاود ليهم داكشي اللي درتي ليا انت وصحابك ويلقاو ليا شي حل. يلا بغيت نبدا نتغاوت معاه وجا العساس ديال الحومه مالكم، وجاوبو مراد والو كيغمزني بدا كيبرد فيا وولا ضعيف. قرب ليا وقال لي في ودني نتفاهموا بلا شوهه، عطيني نمرتك حتى نتصل بيك. قلت ليه لا والو، اليوم غادي دير معايا شي حل. صافي تزير وقال لي سيري لراس الحومه نخرج الطوموبيل ونجي لعندك. مشيت سنيتو وبعد 2 دقايق جا ركبت حداه وقال غنمشيو دابا للبحر لشي بلاصه زوينه ناكلو، وغير هضري معايا زوين انا نعطيك الفلوس ونتهلا فيك، ما تكونيش باسله وبلا ما تشوهينا. حسيت بيه خايف ولا غير كيرطب معايا. قلت ليه انا ما باغياش نمشي للبحر وما بغيش الفلوس، وهو يقول هو كيضحك ياك ما بغيتي نتزوج بيك بلا ما تحلمي بهاد القضيه. جرحاتني هاد الهضره وما بينتش ليه وانا اصلا ما نقبلش نتزوج بمجرم موسخ. قلت ليه لا ما بغيتش الزواج، انا غير عجبتيني وتوحشتك وبغيت نجلس معاك في شي بلاصه بوحديتنا وفي الدار اللي كنا فيها. صافي غير سمع الدار وهو يتحل ونشط عجبو الحال وقال لي دابا عجبتيني غندوزو نتقضاو الشراب ونمشيو. قلت ليه صافي. وصلنا للدار في الليل، دخلنا سد الباب بدا كيحط الشراب وانا نزرب عليه، جبت قرعه لانكول ورشيتها ليه في عينيه، بدا كيغوت وكيحك في عينيه ما بقى كيشوف والو وكيعاي. ديك الساعه جبت البنج درتو في القطن وحطيتو ليه فوق نيفو. صافي داز شويه وهو يغيب، لبست الليقه الطبيه وشديتو، حيدت ليه حوايجو وجبت الحبل ربطتو بيه وربط ليه يديه ورجليه مزيان مع واحد الساريه وسط الدار، وجد التليفون باش يسجل الصوت. دازت مده وهو يفيق لقى راسو مربوط، بدا كيطلب فيا وكيبكي غير تلقيني اختي والله حتى نصلح الغلطه ديالي، ما يكون غير خاطرك، صافي غادي نتزوج بيك الا بغيتي. ما تسوقش ليه والطلب ديالو، تفكرت ملي تكرفص عليا وكان كيضحك وانا كنبكي وكنطلب فيه، وما تسوقش ليا. خدمت التسجيل ديال التليفون، صافي جا الوقت الحقيقه. ملي هضرت معاه قلت له دابا جا وقت الحقيقه منتظر، خاصني نسجل كاع الهضره اللي غادي يقول، ماشي باش نعطي التسجيل لدارك اولا للمحامي، لا باش نعرف المعلومات على صحابو اللي تكرفصوا عليه. قلت ليه عطيني السميات ديالهم والعناوين، وبغى يتلفني عطاني داكشي غلط. قلت ليه عاود عطيني السميات والعناوين وعطاني سميات تانيين وانا نعرفو كيكذب. جبت الزيزوار وانا نقيسو في كرشو فيها جرحتو بيها وبدا الدم كيسيل وبدا كيغوت. قلت ليه زيد غوت راه حتى واحد ما غادي يسمعنا، نسيتي هاد الهضره؟ بقيت كنجرح فيه وبدا كيعطيني السميات الحقيقيه والعناوين كيعاودهم، اذا المعلومات صحيحه. ملي خديت من عنده كلشي بدا كيغوت وكيتحلف عليا بغا يخلعني، قال لي غادي ندير لك اكثر من داكشي اللي داز الا ما طلقتينيش دابا. وانا كنشوف فيه تفكرت ملي اغتصبني هو الاول، ومن بعد بقى كيضربني وخلاني بالجوع، وملي لاحني من الطوموبيل بدمي ووجهي كله زرق. اييه سيدي مرحمنيش، شديت ليه عنق ودوزت عليه بززوار وغرجت في حالي. وصلنا للجزء الثاني ديال القصه ديال هاد البنت اللي تغتصبات مسكينه. نتمنى انكم تكونوا تبعتوا معايا حتى الاخر، ونتمنى انها تكون عاجبكم هاد القصه وتبغوا تعرفوا النهايه والانتقام ديالها كيفاش داز. ان شاء الله غيكون في الجزء الثالث اللي غيكون قريب ان شاء الله نحطوه في القناه. نتمنى انكم ديروا جيم وديروا ابوني باش يوصلكم ديما الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قصة جديدة اللي هي قصة بوليسية حقيقية كانت وقعت في المغرب، ديال واحد البنت ديال انتقام مغتصبة ديال واحد البنت كانت اغتصبات وانتقمت راسها لحقاش في الاول ما عاونها حتى واحد. هذه هي القصة ديال اليوم، ان شاء الله نتمنى انها تعجبكم، وما تنساوش ديروا ابوني وجيم باش يوصلكم ديما الجديد، وشكرا على المتابعة ديالكم. المهم هذه القصة كانت وقعت سنة 2004 وكان ذكرها الأستاذ العميد الممتاز عبد اللطيف بوحموش، هو اللي كان كتب هذه القصة هذه. هو أستاذ معهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. هذه القصة هذه كما قال سمعت هذه القصة سنة 2012، واللي عجبني فيها هو الذكاء الخارق للشخصية الرئيسية، وثاني حاجة هي ما عمرك ما تحكر بنادم خصوصا الا كان مظلوم. شحال ما بقى غادي ياخذ حقه بيديه، واخا حتى واحد ما يعاونو وكلشي يقلب وجهه بوحديته يقدر ينتقم من اللي ظلمو، حيت الحقره خايبه بزاف.
وهذه القصه للاسف تقدر توقع لاي بنت، لذلك ما غاديش نسمي البنت بسميتها، وغادي نقولوا ليها البنت يكون سميتها هو البنت. انا بنت من مدينه وزان، بنت عاديه بزاف. صحاباتي كيقولوا عليا بلي ظريفه وحشوميه وزوينه، واخا انا كيجيني راسي عادي ماشي شي زين، ولكن اجمل الصفات اللي كتعجبني نسمعها هي انت داخله سوق راسك ومرضيه ودرويشه. العائله ديالي محافظه وما فحالهمش، ناس فقراء على قد الحال، ولكن كنفتخر بهم بزاف حيت كبروني وما عمرهم خلاوني نحتاج شي حاجه، خصوصا الوالد ديالي مسكين كيدير جهدو كامل معايا. الحمد لله من صغري وانا كنقرا مزيان وخديت الباك بتميز. وملي كنت كنقرا لاحظت واحد الحاجه في مدينه وزان، هي العدد ديال الصيدليات قليل بزاف وبلي الادويه غاليه. داكشي علاش كان الحلم ديالي هو ندرس الصيدله باش نخدم في شي صيدليه ونعاون الناس اللي كنعرفهم محتاجين للدواء. هذا كان غير الحلم ديالي الصغير، اما الحلم ديالي الحقيقي فهو ندير صيدليه صغيره ديالي، وهذوك الادويه الغاليه نهبط هامش الربح ديالها للفقراء، وادويه رخيصه نعطيها لهم. داكشي علاش مشيت للرباط ودوزت امتحان باش ندخل لمدرسه الصيدله، وطرت بالفرحه ملي نجحت وتقبلت في المدرسه. وبديت القرايه ديالي سنه 2000. بعد مده داز الوقت بالزربه ووصلت 2004 اخر عام ليا في الدراسه. ما بقى ليا والو ناخذ ديبلوم، واخا تعذبت بزاف في المعيشه مع المنحه كانت قليله، والوالد ما كنتش نبغي نقول ليه يصيفط ليا الفلوس، ولكن واخا هكاك كان مسكين كيصيفط ليا داكشي اللي كيقدر عليه. المهم في القرايه ما لقيت حتى مشكل نهائيا، وكنت متفوقه طول المده الدراسيه، والاساتذه ديالي كانوا ديما كيقولوا لي انت ذكيه بزاف تبارك الله عليك، حتى تقلبات ليا حياتي كامله في نهار واحد. نهار 25 اكتوبر سنه 2004 خرجت من المدرسه في العشيه حتى طاح الظلام، ومشيت في طريق القامره محطه الطرقيه بالرباط باش نطبع واحد الكتاب ونرجع للحي الجامعي، وهي توقف عليا واحد الطوموبيل كحله ما كيبانش شكون اللي فيها لداخل، الزاج ديالها كامل كحل. نزل الولد اللي صايب الزاج وقال لي غنوصلك معايا. شفت فيه شوفه خايبه، واللي جاني غريب فيه هو داير مناظر ديال الشمس في الليل. كملت طريقي وما تسوقتش ليه، وهو يتبعني ووقف في طوموبيل حدايا. هما ينزلوا جوج رجال من اللور بالزربه وشدوني بالزز. بديت كنغوت وكنشوف شي ناس في الزنقه باش يعتقوني، والو ما تسوق ليا حتى واحد. شدني واحد صرفقني والثاني شدني من يدي ودخلني للطوموبيل بجد، ودخلوا سدوا الباب وهي تحرك الطوموبيل بسرعه. هذا النهار ديال 25 اكتوبر سنه 2004 كان هو اخيب نهار داز في حياتي، وبسبب هذا النهار غادي تبدل نهائيا. من بعد ما دخلوني هذوك جوج طوموبيل بزز حاولت نخرج، بديت كنضرب فيهم وبداو كيضربوني شي ضرب خايب. واحد شدني من راسي وصرفقني، والثاني كيضربني بكرشي بالجهد حتى كنت نسخف. بديت كنغوت، والولد اللي صايب مجهد الصوت والموسيقى وكيقول تغوتي حتى الصباح ما كاينش اللي غادي يسمعك. كنشوف من الزاج ديال الطوموبيل كتبان ليا طريق تماره، وبديت كنطلب فيهم عافاكم الله يرحم الوالدين، انا راه طالبه جامعيه وبنت دارنا وماشي ديال هادشي، راه البنات اللي كينعسوا بزاف عطا الله خليوني نمشي في حالي. والو كيغنيو وكيشطحوا، قلت ليهم هاك وخذوا التليفون وكاع هادشي اللي عندي وخليوني نمشي. زاد واحد فيهم ضربني لوجهي وبداو عاطينها للضحك وريحه الشراب مجهده، وباينه فيهم واكلين شي مخدر حيت لسانهم ثقيل في الهضره، ولاحظت باللي الضحك ديالهم والعصبيه ماشي طبيعيه. فهاديك اللحظه قلت في راسي هاد الرجال باينه مجرمين ويقدروا يديروا اي حاجه. دخلنا لتماره، وقفوا في واحد البلاصه، جا ركب واحد صاحبهم الرابع وحاولت ديك اللحظه نهرب تاني وضربوني تاني، وبقات الطوموبيل غاديه حتى خرجنا من تماره وشدوا طريق سيدي حياد زعير. وصلنا للخلا ووقفوا الطوموبيله وقال لهم الولد اللي داير نضاضر هاكو هاد الزيف غطيو ليها عينيها مزيان، وهو يشدني واحد مزيان والراجل الثاني حزموا ليا على عينيا. عرفت من هاد الشيء بان منضاضر هو اللي تيعطي الاوامر، هو اللي كيحكم فيه. ما بقيت كنشوف والو، وحسيت بالطوموبيل ومبقاتش كتمشى فوق شانطي حيت كتحرك بزاف، يعني شي ارض زراعيه. فكرت بالزربه شنو يمكن ندير دابا وانا ما كنشوف والو، غير كنسمع الهضره ديالهم وقلبي كيضرب.
ولقيت باللي هذه هي الوسيله الوحيده اللي عندي وهي نحسب الدقات ديال قلبي. ملي وصلت ل 5266 دقه وقفت الطوموبيل وسمعت الباب ديال الحديد كبير كيتحل. خرجوني من الطوموبيل ودخلوني للداخل، عاد حيدوا عليا داك الزيف على عينيا. لقيت راسي في وسط دار كبيره مفرشه وخاويه. قالوا لي غادي ديري لينا داكشي اللي بغينا ولا ما غاديش تخرجي حيه. وواحد منهم هاز موس باش يزيد يخلعني. طلعت واحد الغوته كبيره وقلت في راسي زعما يسمعوني الجيران ولا شي واحد حدا الدار. بقاو كيضحكوا، قالوا لي مالك كتغوتي، راه ما ساكن حدانا حتى واحد، بلا ما تعذبي راسك حنا في اخر الدنيا. كنت كنشوف فيهم مصدومه، ما فهمتش كيفاش وقع هادشي بالزربه. وصلت لهاد الدار واقفه وسط 4 ديال المجرمين، عييت ما كنطلب فيهم وكنبكي والو. جاو جوج شدوني وكنحس بالحميق صاح بحال الحجر وبداو كيقطعوا ليا في حوايجي. بديت كنضرب فيهم وهو يجرحني هذاك اللي هاز الموس في دراعي. غير شفت الدم وفشلت. وبقاو شاديني وجا هذاك الولد اللي كان داير بطاطر كحلين اغتصبني هو الاول. تكرفص عليا وبديت كنغوت مجهد حيت تقصحت وما رحمنيش حتى شداتني السخفه. وواخا سال مني الدم بزاف وكانت حالتي حاله حتى واحد ما حن فيا وكملوا عليا صحابو حتى هما وانا مغيب. سخفت وما حسيتش براسي. ملي حليت عينيا لقيتهم حاطين الماكله وكيشربوا وخدمين الموسيقى وكيضحكوا بحال ما واقع والو. وانا حاسه براسي مريضه بزاف وشدني شي وجع خايب. ما يمكنش نوصف لكم الاحساس ديالي. البنت اللي اغتصبها شي واحد كتحس بروحها لداخل ماتت، القلب ديالها ما كتبقاش عنده قيمه. الدموع اللي نزلوا ليا من بعد ما تكرفصوا عليا ماشي بحال الدموع اللي كانوا كينزلوا ليا. كرهت راسي وبديت كنلوم في راسي علاش خرجت في الليل لهاديك البلاصه، علاش يوقع ليا هادشي، شنو درت في حياتي باش يوقع ليا هاد المشكل. شافوني فايقه ورماو ليا واحد الطبسيل فيه شويه ديال الماكله وقال لي واحد منهم كولي، وما بغيتش وعاودوا تكرفصوا عليا. وواحد ديما هاز عليا الموس. بقيت يومين في هاد الحاله سادين البيبان بالسوارت وحاضيني. مره كيخرج شي واحد يجيب شي حاجه وفي الليل يتكرفصوا عليا. كليت غير شويه وبزز وزدت كرهت الجسم ديالي وحسيت براسي موسخه بزاف. تصوروا 4 كيتناوبوا عليا وجا واحد خامس نهار الثالث وحتى هو اغتصبني. وصافي ملي سالات ليهم الماكله والشراب جا منضادر رمى ليا شي حوايج ما فيهم ما يتشاف وقال لي حيدي هذوك الحوايج المقطعين ولبسي هادو حيت غادي نمشيو. قبل ما نخرجوا عاود سدوا لي عينيا بواحد الشرويطه وخرجوني في طوموبيل حتى وصلوا لوسط التماع وفي واحد الزنقه خاويه رحماوني بحال شي زبل. هذا الجزء الاول. ان شاء الله في الحلقه الجايه غنكمل لكم الجزء الثاني، فديروا جيم وديروا ابوني باش يوصلكم ديما الجديد. وشكرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ديال اللي هو الجزء الثاني ديال انتقام مغتصبه. كما كنتو سمعتوا معنا القصه الاولى، دابا وصلنا للكماله ديالها. كما سمعتوا في الجزء الاول ديال المعاناه اللي دازت منها هاد البنت وديال كيفاش تبدلات حياتها من بنت تتقرا مزيان وعندها نقاط مزيانين وغادا باش تحقق الحلم ديالها حتى تغير في نهار واحد. نتمنى انه يكون عجبكم الجزء الاول وتكونوا خليتوا شي جيم وشي ابوني باش ديما يوصلكم الجديد، وعطيونا شي كومونتير اللي يكون زوين ويزيد يشجعنا. الجزء الثاني كما قلنا، وقبل ما نكمل بغيت نقول للناس اللي اثرات فيهم القصه وبقات فيهم البنت واللي بقى فيهم الحال يسمحوا ليا، لحقاش الحزن ديالكم اكبر دليل باللي قلوبكم نقيه وفيكم الانسانيه. وبغيت نقول لكم غير كونوا هانيين، هاد البنت راه غادي تاخذ حقها في الاخر. بعد ما وقعات هاد المصيبه لقيت راسي مرميه في واحد الزنقه خاويه وسط التماره، لابسه حوايج قدام ومصدومه بحال شي حمقى. اول حاجه فكرت فيها مع الطوخه هي نمشي كنجري للمحطه ونرجع لدارنا في وزان، وانا نتفكر باللي ما عنديش الفلوس وباللي انا ما بقيتش بنت. باي وجه غادي نرجع للدار ونقولها لدارنا والوالديه. صافي حياتي تدمرات، خسرت كل شيء. بديت كنبكي وشافني واحد الولد جا كيسول فيا مالك اختي؟ قلت ليه خاصني اخويا غير باش نركب الا كان ممكن تعاوني. هو يعطيني مسكين باش نركب ورجعت للحي الجامعي. دخلت ودوجت وبدلت حوايجي وبقيت كنبكي بزاف حتى ضروني عينيا، وبديت كنفكر
واش نقولها لدارنا ولا نخبي هذا الشيء. وفكرت باللي الا قلتها ليهم الناس في وزان ما غاديش يرحموهم، وغادي نكون بحال جبت ليهم العار. وقررت ما نقولهاش ليهم ونبقى مع هذه المصيبه. كنشوف في الكتوبه محطوطين قدامي، صافي كلشي سالا، ما كاين لا قرايه لا حلم لا والو، كلشي مشى فرمشات عين وسالات حياتي الدراسيه. خرجت مشيت لعند الدرك الملكي ديال تماره اللي كيتحكم في هذيك المنطقه باش نتقدم بشكوى. ودخلت عند واحد الدرك عاودت ليه شنو وقع ليا، وهو يجاوبني ببروده اعصاب. خاصك تعطينا الاسماء ديال هادوك اللي خطفوك والعنوان ديالهم، وسيري عند الطبيب ديري شهاده طبيه عاد اجي باش تقبل منك الشكايه. صدمني بزاف بهذا الرد وبهذه البروده ديالو. كيفاش انا نعطيكم الاسماء والعنوان وانا مخطوفه وما كنعرفهمش اصلا، وحتى البلاصه اللي داوني ليها ما عرفتهاش فين كاينه. تصوروا معايا الاحساس ديالي ملي سمعت منه هاد الهضره وانا باقيه مجروحه، وقبل ساعات كنت مع 5 ديال المجرمين كيغتصبوا فيا. حسيت بلي هاد الجواب اكبر اهانه ليا بعد ما تعرضت للاغتصاب. خرجت ومشيت عند واحد المحامي، قلت يقدر يشكل ضغط ويلقى شي حوايج باش الدرك يشد هاد العصابه. ولكن زاد كمل عليا وعاود ليا نفس الهضره، ضروري تعطيني الاسماء ديالهم والعنوان وتجيبي شهاده طبيه وتصبقي ليا شي حاجه ديال الفلوس. فهاد اللحظه حسيت بالذل وباللي الدنيا كامله ضدي، وباللي انا بوحديتي وما كاين حتى واحد يقدر يوقف معايا. ملي كنت خارجه من عند المحامي حسيت بالحقره بزاف، وبداو دموعي كيسيلوا بوحديتهم بحال الغلط ديالي انا. ما كنتش كنتوقع انه غادي يعاملوني هاد المعامله بحال انا مجرمه ماشي ضحيه. حسيت باللي القانون حتى هو ضدي، وباللي ماشي غير هادوك الخمسه اللي ظلموني، لا كلشي ظلمني. رجعت لبيسي وجلست كنفكر شنو غادي ندير، وكنحس بالعافيه لداخل في صدري، وكنقول خاصني ناخذ حقي بيدي بلا درك بلا محامي. وشديت ورقه وستيلو وبديت كنكتب داك الشيء اللي وقع ليا كامل بالتفاصيل. صافي خاصني ننتقم من هاد الخمسه ديال المجرمين، مبقى عندي ما نخسر. خسرت شرفي وحلمي ضاع، وما نقدرش نرجع للوزان، وما يمكنش نتزوج في المستقبل، ومستحيل نعيش حياه طبيعيه. من بعد ما دازت 4 ايام ارتحيت شويه، فقت في الصباح ولبست واحد الحوايج عاديين، وخرجت شديت الطاكسي لتماره، وخديت الطاكسي ثاني لطريق سيدي حيا زعير، ونزلت في البلاصه فين داروا لي الزيف على عينيا. غير نزلت من الطاكسي شداتني الخلعه وتفكرت داك الاحساس ملي كنت مخطوفه. بانت ليا البلاصه فيها غير الخلا، ما كاين حتى دار. بدا قلبي كيضرب بجهد، وبديت كنحسب دقات ديال قلبي، وغاديه كنتمشى حتى وصلت ل 526 دقه. وبانت ليا واحد الدار بعيده جات وسط ارض فلاحيه. ملي وصلت ليها كنشوف شراجم، لقيت واحد الشرجم خضر اللون كيشبه للشرجم في هذيك الدار اللي كنت مخطوفه فيها، وانا نعرف بلي لقيت الدار. بعد ما تبعت بزاف الاشارات لقيت الدار اللي كنت مخطوفه فيها. هذه هي الدار المنحوسه، جات وسط الخلا وزدت تاكدت ملي شفت فيها الشرجم الخضر. كنت هازه معايا واحد الموس في الصاك، وانا نمشي جيت الباب ودخلت يدي في الصاك، شديت الموس وخليته مخبي، وبديت كندق باليد الثانيه. والو حتى واحد ما حل الباب، وما كاينش الحس ديال بنادم في الدار. داز حدايا واحد الراجل كبير فلاح وقال لي بلا ما تعذبي راسك يا بنتي، راه ما كاين حتى واحد في الدار. الناس اللي كاينين اللي ساكنين فيها كيجيو مره في العطله، وهو يمشي. ما لقيت ما ندير، بديت كنفكر وكنشوف في الدار، وهي تبان ليا بلاصه لتحت فيها مكانه ديال الماء. مشيت حليت الصندوق وكتبت الرقم التسلسلي ديال المكانه ورجعت بحالي. الليل كامل وانا كنخطط شنو غادي ندير وكيفاش غادي نقدر ننتقم من هادو اللي تكرفسوا عليا. مشيت لمركز الشركه ريضان في تماره وسولت على هادوك اللي كياخذوا الحساب من العدادات، وقلت لهم باللي بغيت شي واحد حيت عندي مشكل في المكان. وراوني واحد الولد وانا نطلبو، قلت اخويا انا ما عندي لا مشكل لا والو، غير واحد السيد تقدم خطبني وقريب غادي نتزوجوا، ووراني الدار اللي غادي نسكنوا فيها، وقال لي راه داري، وانا بغيت نتاكد واش بصح ولا كيكذب. هاك هذا الرقم التسلسلي وجيب لي معلومات عليه عافاك. وما تخافش، هادشي غير بيني وبينك وبالقهوه ديالك. حشم مني وقال لي من وعدك اختي خلي لي تليفونك نشوف ونرد عليك. دازت يومين وهو يتصل بيا قال لي اجي اختي لعندي. مشيت لعندو وهو يعطيني السميه والعنوان ديال مول المكانه ودورت معاه. حسيت باللي شديت راس الخير، وباللي انا في اول الطريق باش نلقى هادو اللي دمروا لي حياتي وتكرفصوا عليا.
ما كرهتش ديك الساعه نمشي للعنوان اللي عطاني الولد، والا لقيتو ديال شي واحد منهم نشدو ونقتلو، ولكن فكرت الف تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص. رجعت لبيتي وما خرجت، دازت عليا يومين طويله بزاف، تفكرت فيها حياتي كامله ملي كنت صغيره في وزان حتى وصلت للرباط ودوزت فيها 4 سنين. كلشي داز بالزربه، ولكن ملي كنتفكر هذيك الليله اللي تعداو عليا فيها الوقت كيدوز ثقيل بزاف، واللي كيعصبني اكثر هو ملي كنتفكر هذاك الجدارمي والمحامي اللي ما وقفوش معايا وقالوا لي هذيك الهضره. كنتفكر هذا الشيء وكنحس بقلبي كيغلي، صافي ما يمكنش نتراجع، غادي نمشي مع هذا الشيء حتى لاخر نقطه. فقت الصباح ولبست حوايجي ولبست واحد الجلابه ودرت نظاظر ديال الشمس كبار، ومشيت كنقلب على العنوان حتى لقيته. دزت من حدا الدار ومشيت لواحد المحلابه، جلست طلبت شي حاجه، بقيت كناكل بشويه وبانوا لي بزاف ديال الناس كيدخلوا ويخرجوا من الدار، حتى بان لي هذاك الولد هو مول النظاظر، بان لي خارج من الدار ولابس هذوك النظاظر النيس. غير شفتو وتفكرت كلشي وبغيت نمشي ديك الساعه نقتلو، ولكن تحكمت في راسي. رجعت بحالي، صافي تاكدت باللي هذيك الدار اللي اغتصبوني فيها هي ديال عائله مول النظاظر اللي سميتو مراد بن عثمان. وجدت لبسه زوينه، صباط كبر مني، ليغات طبيه وزيزوار والبنج ولانكول في قرعه صغيره. في الصباح لبست لبسه وعمرت صاكي بهذا الشيء ومشيت للعنوان، وصلت للدار وبديت كندق في الباب. وصلت للدار ديال مراد بن عثمان وبديت كندق، ومن الزهر جا هو اللي حل الباب، غير شافني وهو يضرب الضوء ما فهم والو، داخ وتلف وبقى حال فمو وقال شنو بغيتي يا اختي. بقيت كنشوف فيه دابا ملي حصل وليت اختو، وانا نقول ليه بغيت نهضر مع والديك. هو يجاوبني علاش بغيتيهم، قلت ليه بغيتهم باش نعاود ليهم داكشي اللي درتي ليا انت وصحابك ويلقاو ليا شي حل. يلا بغيت نبدا نتغاوت معاه، وجا العساس ديال الحومه مالكم، وجاوبو مراد والو كيغمزني، بدا كيبرد فيا وولا ضعيف. قرب ليا وقال لي في ودني نتفاهموا بلا شوها، عطيني نمرتك حتى نتصل بيك. قلت ليه لا والو، اليوم غادي دير معايا شي حل. صافي تزير وقال لي سيري لراس الحومه نخرج الطوموبيل ونجي لعندك. مشيت سنيته وبعد 2 دقايق جا ركبت حداه وقال غنمشيو دابا للبحر لشي بلاصه زوينه ناكلو، وغير هضري معايا زوين انا نعطيك الفلوس ونتهلا فيك، ما تكونيش باسله وبلا ما تشوهينا. حسيت بيه خايف ولا غير كيرطب معايا. قلت ليه انا ما باغياش نمشي للبحر وما بغيش الفلوس، وهو يقول هو كيضحك ياك ما بغيتي نتزوج بيك بلا ما تحلمي بهاد القضيه. جرحتني هاد الهضره وما بينتش ليه، وانا اصلا ما نقبلش نتزوج بمجرم موسخ. قلت ليه لا ما بغيتش الزواج، انا غير عجبتيني وتوحشتك وبغيت نجلس معاك في شي بلاصه بوحديتنا وفي الدار اللي كنا فيها. صافي غير سمع الدار وهو يتحل ونشط عجبو الحال، وقال لي دابا عجبتيني ندوزو نتقضاو الشراب ونمشيو. قلت ليه صافي. وصلنا للدار في الليل، دخلنا سد الباب بدا كيحط الشراب وانا نزرب عليه، جبت قرعه لانكور ورشيتها ليه في عينيه، بدا كيغوت وكيحك في عينيه، ما بقى كيشوف والو وكيعاي. ديك الساعه جبت البنج درتو في القطن وحطيتو ليه فوق نيفو. صافي داز شويه وهو يغيب، لبست الليغات الطبيه وشديتو، حيدت ليه حوايجو وجبت الحبل ربطتو بيه وربط ليه يديه ورجليه مزيان مع واحد الساريه وسط الدار، وجد التليفون باش يسجل الصوت. دازت مده وهو يفيق لقى راسو مربوط، بدا كيطلب فيا وكيبكي. غير تلقيني اختي والله حتى نصلح الغلطه ديالي، ما يكون غير خاطرك، صافي غادي نتزوج بيك الا بغيتي. ما تسوقش ليه والطلب ديالو. تفكرت ملي تكرفص عليا وكان كيضحك وانا كنبكي وكنطلب فيه، وما تسوقش ليا. خدمت التسجيل ديال التليفون، صافي جا الوقت الحقيقه. ملي هضرت معاه قلت له دابا جا وقت الحقيقه منتظر، خاصني نسجل كاع الهضره اللي غادي يقول، ماشي باش نعطي التسجيل لدارك اولا للمحامي، لا باش نعرف المعلومات على صحابو اللي تكرفصوا عليه. قلت ليه عطيني السميات ديالهم والعناوين، وبقى يتلفني عطاني داكشي غلط. قلت ليه عاود عطيني السميات والعناوين، وعطاني سميات تانيين وانا نعرفو كيكذب. جبت الزيزوار وانا نقيسو في كرشو فيها، جرحتو بها وبدا الدم كيسيل وبدا كيغوت. قلت ليه زيد غوت راه حتى واحد ما غادي يسمعنا، نسيتي هاد الهضره. بقيت كنجرح فيه وبدا كيعطيني السميات الحقيقيه والعناوين كيعاودهم، اذا المعلومات صحيحه. ملي خديت من عنده كلشي بدا كيغوت وكيتحلف عليا بغا يخلعني، قال لي غادي ندير لك اكثر من داكشي
اللي داز الا ما طلقتينيش دابا. وانا كنشوف فيه تفكرت ملي اغتصبني هو الاول، ومن بعد بقى كيضربني وخلاني بالجوع، وملي لاحني من الطوموبيل بدمي ووجهي كله زرق. اييه سيدي مرحمنيش، شديت ليه عنق ودوزت عليه بززوار وغرجت في حالي. وصلنا للجزء الثاني ديال القصه ديال هاد البنت اللي تغتصبات مسكينه. نتمنى انكم تكونوا تبعتوا معايا حتى الاخر، ونتمنى انها تكون عاجبكم هاد القصه وتبغيو تعرفوا النهايه والانتقام ديالها كيفاش داز. ان شاء الله غيكون في الجزء الثالث اللي غيكون قريب ان شاء الله نحطوه في القناه. نتمنى انكم ديروا جيم وديروا ابوني باش يوصلكم ديما الجديد،